هل تعلمين أن سر جمال العين لا يكمن فقط في الكحل أو المسكرة، بل في الرموش نفسها؟ الرموش الطويلة والكثيفة قادرة أن تمنحك نظرة مختلفة كلياً، نظرة أعمق، أرقى وأكثر سحراً. لكن للأسف أغلبنا يعاني من نفس المشكلة، رموش ضعيفة تتساقط بسهولة، ماسكارا لا تدوم، ورموش اصطناعية لا تزيدنا إلا تعباً. هل جربت وصفات طبيعية ولم تنجح، أو منتجات صرفت عليها الكثير بلا نتيجة؟ اليوم أضع بين يديك خلاصة بحث وتجارب. أولاً سنعرف معاً لماذا تضعف الرموش أصلاً، كيف تعتنين بها يومياً بروتين بسيط، وأهم الوصفات الطبيعية المجربة التي غيرت حياة الكثيرات. وسأشاركك منتجات آمنة ومضمونة، وأيضاً مكملات وزيوت وسيرومات من iHerb وأمازون. فإذا كنت جادة في الحصول على رموش أطول وأكثف بشكل طبيعي، ابقي معي حتى النهاية، لأن الوصفة الأخيرة وحدها قد تغير كل شيء. أسباب ضعف وتساقط الرموش. قبل أن نبدأ بالحلول يجب أن نفهم السبب. لماذا تضعف الرموش وتتساقط؟ أولاً، إزالة المكياج بعنف. الفرك القوي بالقطن أو المناديل يتسبب في كسر الرموش وسقوطها. النوم بالماسكارا يترك الرموش قاسية وهشة، ومع أقل حركة تتكسر. نقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين إي والبيوتين وأوميغا 3. التوتر وقلة النوم يضعف البصيلات ويقلل من نمو الشعر. الرموش الاصطناعية، الصمغ المستخدم يضر بالبصيلات، ومع التكرار يسبب فراغات. إذن الرموش لا تسقط من فراغ، بل هناك عادات وأسباب يجب أن ننتبه إليها. أولاً، الروتين اليومي للعناية بالرموش. العناية اليومية هي أساس كل شيء. إزالة المكياج بلطف. استعملي ماء ميسلر أو زيت جوز الهند. ضعي القطن بلطف وانتظري حتى يذوب المكياج بدلاً من الفرك، ثم امسحي بلطف. تمشيط الرموش بفرشاة ماسكارا نظيفة مرة أو مرتين يومياً. هذه الخطوة الصغيرة تحفز الدورة الدموية وتزيد النمو، فالرموش مثلها مثل الشعر تحتاج إلى التمشيط. تدليك خفيف للجفون بحركات دائرية لطيفة بأطراف الأصابع فوق خط الرموش. دلكي برفق، هذا يساعد على تحريك الدورة الدموية في رموشك وبالتالي نمو الرموش. تجنب الكحل والماسكارا المقاومة للماء يومياً، لأنها صعبة الإزالة وتضعف الرموش مع الوقت. اكتفي باستخدامها فقط في المناسبات. تغيير الماسكارا كل 3 أشهر لتجنب البكتيريا التي قد تسبب التهابات وبالتالي تساقط الرموش. الوصفات الطبيعية. الوصفة الأولى: زيت الخروع وفيتامين إي. امزجي قطرة زيت خروع مع محتوى كبسولة فيتامين إي وطبقيها بفرشاة نظيفة على الرموش قبل النوم. النتيجة بعد 3 إلى 4 أسابيع من الاستخدام المنتظم تظهر كثافة ملحوظة. الوصفة الثانية: الشاي الأخضر. انقعي ملعقة أو كيس من الشاي الأخضر واتركيه يبرد، ثم امسحي الرموش بقطنة صغيرة مبللة بهذا المحلول 2 أسبوعياً. النتيجة يحافظ على قوة الرموش ويقلل من تساقطها. الوصفة الثالثة: جل الألوفيرا أو جل الصبار. ضعي طبقة رقيقة جداً من جل الألوفيرا على الرموش قبل النوم. النتيجة: رموش أكثر لمعاناً وصحة خلال أيام قليلة. الوصفة الرابعة، وهي الوصفة السحرية التي أخبرتكم عنها، وهي عبارة عن زيت الزيتون مع زيت اللوز الحلو مع لمسة عسل طبيعي. قد تستغربون، لكن العسل الطبيعي مدهش جداً بالنسبة لإنبات الرموش. اخلطي نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع نصف ملعقة زيت اللوز حلو وقطرة عسل طبيعي. طبقي الخليط بفرشاة رفيعة أو عود قطن على الرموش من فوق 3 مرات أسبوعياً. النتيجة: هذه وصفة متكاملة تقوي، تطيل وتغذي الرموش. كثير من النساء أكدن أن هذه الوصفة بالذات أحدثت فرقاً مذهلاً خلال أيام فقط. ملاحظة مهمة: كما أخبرتكم يجب استخدام كمية صغيرة جداً حتى لا يدخل الزيت إلى العين. منتجات موثوقة من iHerb وأمازون.
قد تقولين الوصفات الطبيعية جميلة، لكنني أحتاج شيئاً عملياً وسريعاً. لا وقت لدي لتحضير خلطات كل يوم. ولهذا السبب بالذات هناك منتجات طبية وتجارية موثوقة من iHerb وأمازون أثبتت فعاليتها. دعيني أشاركك بعضاً منها بالتفصيل. ريفيتالاش أدفانس سيروم من أمازون. هذا السيروم يعتبر الأشهر عالمياً، حتى أن كثيراً من خبراء التجميل يوصون به. يحتوي على مزيج من البيبتيدات والمستخلصات النباتية التي تحفز بصيلات الرموش وتمنحها القوة. يستخدم بوضع خط رفيع على منبت الرموش مرة واحدة يومياً قبل النوم. آراء الناس. إحدى السيدات من كندا كتبت في تقييمها: لم أصدق في البداية، لكن بعد 5 أسابيع فقط لاحظت أن رموشي أصبحت أطول بشكل أوضح، حتى صديقاتي سألوني ماذا فعلت. ثمن ملي واحد من هذا المنتج على أمازون هو $59. ثاني منتج هو Maybelline Lash Sensational Serum من أمازون. إذا أردت خياراً اقتصادياً وفعالاً فهذا السيروم من ميبلين مناسب جداً. تركيبته غنية بفيتامينات وبيبتيدات أساسية لتغذية الرموش. ميزته أنه خفيف وسريع الامتصاص، ويمكن استخدامه صباحاً قبل وضع الماسكارا. بالنسبة للريفيوز، هناك مستخدمة من أستراليا قالت: اشتريته بدافع الفضول لأنه رخيص مقارنة بالماركات الأخرى، وبعد 2 شهرين من الاستخدام المنتظم لاحظت أن رموشي أصبحت أقوى وأقل تساقطاً. بالنسبة لسيروم ميبلين فثمنه $11 تقريباً على موقع أمازون. والآن نأتي إلى موقع iHerb. زيت الخروع العضوي من سكاي أورجانيكس. زيت الخروع معروف منذ مئات السنين بفعاليته في تقوية الشعر والرموش. هذا المنتج يتميز بأنه عضوي، نقي 100% وخال من أي إضافات. يأتي غالباً مع فرشاة صغيرة لسهولة الاستخدام على الرموش والحواجب. بالنسبة للريفيوز، هناك عميلة من المملكة العربية السعودية قالت أنه زيت نقي وعضوي 100%، القوام كثيف وفعال في الترطيب العميق. استخدمته للشعر والرموش والبشرة وأعطى نتائج ممتازة. الكمية كبيرة وتكفي لفترة طويلة، والعبوة عملية، يرطب بعمق ويقلل من الجفاف والتقصف. سعر زيت الخروع هذا على iHerb السعودية هو 113 ريال فاصلة 71، يعني الثمن اقتصادي نوعاً ما، خصوصاً أن به 16 أونصة، والثمن بالدولار هو $30. هذه المرة مكمل من iHerb، وهو مكمل البيوتين 10,000 mcg. البيوتين هو فيتامين B7، ويسمى أيضاً فيتامين الجمال. لا يغذي الرموش فقط، بل أيضاً الأظافر والشعر بشكل عام. يؤخذ على شكل كبسولة يومياً حسب الجرعة الموصى بها. بالنسبة لآراء الناس، آراء عامة، هناك سيدة كتبت: بدأت أتناول البيوتين بسبب تساقط الشعر، وفوجئت بأن رموشي أيضاً أصبحت أطول وأكثف. وبالنسبة لآخر منتج أنصحكم به، وهو زيت الفيتامين إي الذي قمنا باستخدامه في الوصفات. وهنا اخترت لكم زيت فيتامين إي من شركة معروفة وهي شركة ناو. يوجد في iHerb، يوجد في أمازون، وفي العديد من المواقع الأخرى. ثمنه فقط $15 ل4 أونصات، وهي ستدوم معكم وقت طويل جداً. عميلة من المملكة العربية السعودية أعطته 5 نتائج وتقول: روعة من الفيتامينات المهمة التي توضع في المنتجات والكريمات وعلى البشرة والرموش والشعر، له فوائد عديدة، أنصح فيه. وفي النهاية كل هذه الوصفات والمنتجات مجربة وآمنة، لكن السر الحقيقي هو الاستمرارية. إذا كنت تبحثين عن حل سريع فلك ذلك، لكن إذا كنت تبحثين عن حل طويل الأمد فاستمري في استخدام هذه الوصفات أو هذه المنتجات حتى تلقين النتيجة التي تحلمين بها.